كتير طلبوا طريقة الشاور اللي أنا باعمله في البيت بقى لي سنين، أكتر من 2 لتر ما بيتكلفوش 10 جنيه. عندي كمية كبيرة لكن هاعمله تاني عشان خاطر عيونكم. هاحط لتر مَيّة يغلي على النار ولازم يوصل لدرجة الغليان عشان يسهل إن الصابون يفُك معايا. بشرتي صابونة وهانزل ب3 كوبايات بالتدريج من المَيّة لحد ما الصابون يختفي تمامًا وما يبقاش ليه أي أثر. نزلت بمعلقة من السكر عشان يبقى ناعم على الجسم ويزود الرغوة، ومعلقة من الكربونات عشان يخليه مهما يتركن عندي يبقى سايل وما يكتلش. هركنه يوم كامل لحد ما اتاكد ان الصابون نشف تماما. هنقله في حاجه كبيره وهنزل ببقيه ال2 لتر بالتدريج، برضو الميه مغليه عشان يسهل انه يبوش معايا، وهفضل اقلب، اهم حاجه التقليب. دلوقتي بعد ما باش معايا وصل القوام ده، هجيب 3 اكياس من الشاور الجاهز، سعر الكيس جنيه واحد، وده عشان ازود الجودة والرغوة والريحة وكمادة حافظة. نزلت بمعلقتين من مية الورد علشان يبقى ريحته حلوة. الطريقة عاملاها بالتفصيل على قناتي وهسيب لكم